السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد الطرطه بارده بجينواز خفيفه وبكريمه لذيذه بمذاق القهوه والشكلاط. كتجي رائعه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. عجبتكم الوصفه متنسوش دعموني بتعليقكم، لايك للفيديو، بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على الجميع. وخليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للجينواز غنحتاجوا واحد البول اللي غادي نديرو فيه واحد جوج ديال البيضات متوسطين الحجم. غنديروا قبيصه ديال الملحه، ملعقه صغيره من الفاني بودر او سكر فاني، نص كاس ديال السكر مع نصف كاس ديال الزيت. غادي نطربوهم بالفوي مزيان حتى ينسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم، مع نصف كاس ديال الحليب كون درجه حراره المطبخ. غادي نطربو غير بالفوي مزيان. غادي نديرو خماره من وزن 8 غرام ديال الحلوى، والدقيق حسب الخليط، راه ما كتهرش بزاف بحكم فيها غير جوج ديال البيضات، والسوائل تقريبا راه فيها غير واحد كاس ونص ديال السوائل كاملين، يعني ما غتهرش لينا بزاف، يعني ما نتقلوهاش، خليو الخليط على هذا الشكل اللي كتشوفوا. المول اللي دهنته المول ديالو قطر ديالو 20 سنتيم، دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. غادي نفرغوا فيه الخليط ديالنا. انا الكيك ديالي كنطيبو كامل على فران بارد، كندخل الكيك ديالي عاد نشعل عليه الفران العافيه من 150 170 180 على حسب الفران ديالكم كيفاش داير. المهم قلبت الكيك ديالي من بعد ما برد، خديت واحد السيركل وكذلك واحد الطبسيل تحته ضروري. المهم هنا غادي نبداو باش نحضروا الكريمه. درت 3 المعالق ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده، وملعقه من النشا. عندي 3 حتى 4 المعالق ديال السكر سنيده ولا 5، يعني على حسب زعما لوغو ديالكم، واش بغيتو الحلاوه واش ما بغيتو تجي عاديه. هي كتجي هاد 4 المعالق كتجي مزيانه. عندي فلو ديال الفاني، وعندي القليل من النكهه ديال القهوه، وغادي نستعمل اطرو ديال الحليب. يعني هاد الكميه ديال النشا والدقيق ما تخلعكمش، لان غنديروا اطرو ديال الحليب ماشي نسيطرو. من بعد ما خلطت المكونات مزيان طحنتهم بهاد الطراب ديال ليد، هاد الميكسور بلونجون، كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا. من بعد غادي نضيفهم لواحد الطنجره، غادي نخوي في واحد الطنجره وغادي نزيد نكمل الكميه اللي باقا ليا ديال الحليب. من بعد ما درت الخليط ديالي في الطنجره وضفت عليه الحليب الكافي، زدت واحد القليل من نكهه الكابوتشينو. وانا درت في الاول نكهه القهوه، ولكن زدت نكهه الكابوتشينو باش كتعطيني واحد لوغو كتعزز ليا المذاق ديال القهوه. ولا تقدروا تعوضوها بنيسكافي الا ما عندكمش كاع القهوه ولا هذا، تقدروا ديروا نيسكافي. على عافيه مهيله حتى تحصلت على هذه الكريمه اللي كتشوفوا. غادي ناخذ الجينواز ولا السيركل ديالي وغنتاكد انه مسد مزيان. من بعد غادي نخوي الكريمه ديالي وغنخليها تدفى ليا فوق البوطاجي. من بعد غادي نغطيها بواحد سلوفان ولا طبسيل، ولا من بعد ما كتبرد فوق البوطاجي نغطيوه بواحد الطبسيل وندخلوه الثلاجه. من الاحسن تبات ليله كامله في الثلاجه لتحت. هنا خديت واحد 100 غرام ديال الشوكولاط نوعيه جيده. من بعد ما ذوبته في باماري ضفت عليه واحد نصف علبه ديال الياغورت مسوس ولا دانون مسوس على هذا الشكل اللي كتشوفوا، غير باش ما يبقاش ليا داك الشوكولاط ملي نحطوه فوق الكيكه ونبغي نقطعوه ما يجينيش قاصح. هنا الغد مني خرجت الكيكه ديالي من الثلاجه وضعت عليها هذاك لا كريم ديال الشوكولاط على هذا الشكل اللي كتشوفوا، وكنمشيها بحال هكا بالملعقه. خصكم تكونوا سريع في هذه اللقطه باش الشكل ديال الشوكولاط ديالكم ما يجيكمش خايب من الفوق، يعني تجيكم طبقه مسرحه ومتساويه. كتشوفوا انا حتى الاخير وقصته بالمعلقه، داكشي اللي جاني هذاك الديكالاج الفوق ماشي مشكل، غنضربوه بالمكسرات.
كندوز واحد الموس في على الجوانب على هذا الشكل اللي كتشوفوا، وكنحيد السيركل ديالي بكل سهوله. كتكون عاقده وشاده راسها مزيان كيف كتشوفوا. وكتجي بالنسبه لان السيركل ديالي راه كبير، راه تقريبا راه قلت لكم 20 سنتيم في المول ديال الكيك، ولكن راه فيه جو بونس شي اكثر. هما غادي نعبروا نخليكم القياس ديالو في صندوق الوصف. خديت واحد شويه ديال الكركاع اللي قطعته على هذا الشكل، هو اللي غادي نزين به. وكيبقى التزيين حسب الرغبه، متوفر عندكم اللوز ولا كاع ما متوفرش عندكم شي حاجه من المكسرات تخليوها غير سامبل، راه كتجي زوينه. ولا حبيبات ديال الشوكولات اللي متوفر عندكم. فقط حنا كتبقى هذيك المقوله ديال العين كتاكل قبل الكرش. هذا علاش. وغادي نقطع معاكم باش تشوفوا الطرطه ديالي كيفاش كتجي من الداخل، كتجي متماسكه وشاده في راسها. والاهم انها كتجي ديك الكريمه لذيذه وعاقده بمذاق القهوه، كتجي خطيره. نتمنى تجربوها. كتشوفوا انا كنحركها معكم باش تشوفوا السمك ديالها، حيت راه كتجي عاليه. الا بغيتوها تجيكم محذوره تقدروا تنقصوا، ما ديروش اطره الحليب، ديروا قل. انا قطعتها معكم. شفتوا ملي كنضيفوا هذاك الياغورت او دانون مسوس، كيجي داك الشكلاط كريم. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده الا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم وغتولي معتمده عندكم. مذاق القهوه حاضر ولذيذه صراحه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا جربتوا الوصفه ديالي نتمنى تشاركوا معايا الصور ديال التطبيقات ديالكم على الانستغرام ديالي اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف.